شوف هذيك شوف هذيك. شو سميتك؟ السي عبد الغني. مراد السفياوي رئيس جماعة المحرة، عمالة إقليم رحمنا. بكل صراحة هذه الحملة الطبية اللي من هذا الباب هذا، من هذا المنبر هذا، تنشكروا السيد عامل الإقليم على التفاعل ديالنا وعلى الطلب اللي كنا دفعنا عليه مؤخرا. هذه باش تكون واحد الحملة طبية، وفي هذه سنة 2024 بغيت كاينة هذه الحملة الطبية من أكبر الحملات الطبية اللي دازوا في الإقليم في هذه السنة إن شاء الله بحول الله، اللي فيها جميع التخصصات، وفيها تقريبا حوالي واحد 30 دكتور طب لجميع التخصصات، وشي 30 ليزانفيرمي. وبهذه المناسبة تنشكر جمعية الأطباء ديال رحمنا، وجمعية أطباء رحمنا، واطباء الاسنان والصيادله ديال رحمنا، وجميع الاطباء اللي شاركوا معنا ونجحوا معنا هذه الحمله الطبيه هذه، اللي بتعود من نفع كبير على المنطقه هذه. لهذا المنطقه في امس حاجه لهذه الحملات الطبيه. وهذه الحملات الطبيه ما فيهاش غير الفحص، فيها الفحص، ولا كان شي درنا شي حاله شي حاله جراحيه ولا شي حاجه كنا نتبعوها اما بمدينه مراكش اما مدينه ابن جرير. ومن هذا المنبر هذا تنشكر الاطباء المجهودات الجباره اللي قاموا بها، والحمد لله اللي بغيت تستافد منها حوالي بين 2400 حتى 3000 مستفيد، خصوصا الناس المتمدرسين هذاك المال الابتدائي اللي عندهم طب الاسنان، وعندهم امراض العيون، وعندهم جميع الاختصاصات. من طبيعه الحال الاولويه للطلبه المتمدرسين والتلميذات ديال المنطقه. السلام عليكم. سلوى العلامي، رئيسة جمعية المحرة للتنمية والأعمال الاجتماعية بالمحرة، رئيسة دار الطالبة. أفرحنا اليوم قدوم قافلة طبية أسعدت الساكنة جميعا، أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا، وذلك بدعم من جميع الفعاليات الجمعوية والسلطات المحلية. الشكر موصول للسيد عامل الإقليم الرحامين على هذه المبادرة الطيبة، والشكر موصول للمبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية والسلطات الصاهرة على راحة وأمان هذه المنطقة بشخص السيد القائد والسلطات الدرك الملكي والسلطات القوات المساعدة. الشكر موصول لرجال الإعلام الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل الجبار الكبير، والذي فرحت له جميع ساكنة المحرة. أشكر بالخصوص طبيبات وأطباء الذين ساندونا والذين أتوا خصيصا من أجل هذه المهمة الإنسانية، ووعدونا أنه ستكون زيارة ثانية إن شاء الله لدار الطالبة إن شاء الله، ودوما سنسير إلى الأمام. وشكرا جزيلا لكم جميعا. هنا بالشكر شريكنا والمواكب لنا التعاون الوطني، والشكر موصول للسيد المندوب على مجهوداته وعلى دعمه لنا المتواصل. كنشكروا هذه القافله الطبيه اللي زارتنا من اقليم رحامنا، اللي حنا كنقطنوا في جماعه المحره قياده البحيره. الحمد لله الامور غاديه مزيان، تنظيم من الفاعلين الجمعويين، من السلطات المحليه، من رئيس الجماعه، من جميع الاخوان ديال المناطق ديال المحره وجماعه ولادي منول كذا ومثال. الحمد لله الاطر الطبيه كتقوم بالمهام ديالها، المواطنين، شيوخ، اطفال، نساء. الحمد لله الامور غاديه مزيان. كنشكروا هذه القافله الطبيه، كنشكروا السيد عامل اقليم الرحامنه على هذه البادره، كنشكروا العنصر النسوي اللي تا هو بحد ذاته قايم تا هو بالتنظيم ديالو،
الحمد لله الامور غاديه مزيانه، ونتمناو خير لبلادنا ان شاء الله والمنطقه، ونضافروا في الجهود ويكون واحد العمل مشترك اللي كيعطي واحد النتيجه اللي كتكون زوينه وكتعطي واحد الصوره جميله للبلد ديالنا والمنطقه ديالنا. دكتور زكريا الشاطر، دكتور صيدلي، الكاتب العام لجمعيه الاطباء والصيادله وجراحي الاسنان باقليم رحامنا. دونك في اطار الحملات الطبيه اللي كنقوموا بها تقريبا بصفه دوريه ومنتظمه، بحيث اننا كنقوموا بقوافل طبيه تقريبا كل شهر اللي كتخص سورتو طب العيون بالنسبه للاطفال المتمدرسين، وطب الاسنان وطب الاطفال. ولكن ارتئينا انه في هذه القافله بالضبط ان درنا مجموعه كبيره من التخصصات. علاش؟ لان هذه المنطقه في حاجه كبيره للاختصاصات. ارتئينا، وهذا كان اقتراح من السيد مندوب وزاره الصحه اقليم رحامنا، انه من خلال هو عرفتو ديما عنده الاحصائيات، ديما عنده لا ميزاجور. قال لنا زعما اقترحنا ان هذه المنطقه في حاجه تامه لمجموعه من الاختصاصات. دونك طلبنا من مجموعه من الاطباء المتطوعين انهم يجيو معنا لهذه المنطقه هذه، والحمد لله لبوا النداء. دونك جبنا معنا طب القلب والشرايين، طب الكلي، طب الجلد، طب الاطفال، جراحه الاطفال، اطباء العيون، اطباء الانف والحنجره، الطب العام، طب النساء والتوليد، بجميع الماتيريال ديالهم، يعني بليزيكوغراف، بالمسائل ديال الفحص كامله. السلام عليكم، دكتوره قابل شيماء، طبيبه الكلي. اليوم جينا في قافله طبيه لفائده المنطقه المحره، شارك مع جمعيه الاطباء والصيادله بن جرير. هاد القافله متعدده الاختصاصات، فيها تقريبا جميع الاختصاصات اللي غيحتاجوها هاد الناس، اللي ما كيلقاوهاش بطبيعه الحال في هذه المنطقه ديالهم، لان منطقه اللي ما فيهاش السبيطار اللي فيه جميع الاختصاصات. زائد انهم كيلقاو مشكل باش يديبلاصاو لدوطخ فيل باش يجيو بور لي سوان. دونك جينا نقربوا منهم هاد الخدمه، باش نديروا ديبيستاج ديال لي مالادي، مثلا ديال لي غان، كارديو. كاين معنا الراديولوج اللي غادي يشوف كاع المستلزمات اللي خاصهم، شنو اللي غادي يشوف معاهم، وكنتمنوا ان كلشي يدوز على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحجاج مير الحبيب، فاعل جمعوي ورئيس تعاونية الفلاحية العهد الجديد. كنشكر هذا الطاقم التقني على الزيارة ديالو لجامعة المحرة. كنشكر السلطة المحلية، كنشكر السيد رئيس الجماعة، كنشكر ليندياش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذه المجهودات الجبارة ديالها، على باش التكاليف ديال هذا الطاقم التقني. والشكر موصول الى السيد العامل. وفي هاد الاطباء فيهم تخصصات، وكاين واحد التخصص اللي هو مهم ومزيان، هو اللي اكتشاف ديال المرض مبكر. وكنشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذه المبادره. وما كرهتش انا هذه الحمله الطبيه تعمم على الصعيد ديال رحامنا. وشكرا. السلام عليكم، معك الدكتوره بوتينه قبالي، صيدلانيه في مدينه بن قرير، وعضوه في الجمعيه المغربيه ديال الاطباء الخصوصيين، الاطباء الخصوصيين، صيادله واطباء الاسنان. حنا اليوم جينا لهذه الحمله باش نعاونوا الناس، نوفروا لهم الادويه ونكونوا معاهم. جميع الاختصاصات حاولنا يكونوا معنا اليوم، حاولنا نوجدوا لهم واحد المجموعه ديال الادويه اللي تكون اللي نقدروا نعاونوا بها الساكنه ديال المنطقه. خدينا بعض الادويه ديال المضادات الحيويه، جبنا ديال الادويه الخاصه بالضغط حيت كاينين كثارين الحالات، جبنا ادويه خاصه بطب الجلد لان كاينين كثارين مشاكل ديال الجلد. حاولنا نوفروا زعما الماكسيموم ديال الادويه اللي نقدروا نفيدوا بها الساكنه ديال المنطقه. بن سلام محمد سفيان، اختصاصي طب جلد، رئيس لجمعية الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لرحمنا. احنا في إطار
المسائل الجمعويه اللي كنديروا. هذا النهار كنا جينا لحد المحرة باش نديروا قافله طبيه متعدده الاختصاصات لصالح الساكنه، واصلا وصالح الساكنه ولاد إملول حتى هما، باش اننا نحاولوا نشوفوا اكثر عدد ممكن ديال الناس. والهدف الكبير من هذه القافله هذه هو انه كنبغيو نقربوا الاختصاصات لهاد الناس هادو اللي بعاد عليهم المراكز ديال اللي فيها الاختصاصات. دونك جبنا الاطباء اختصاصيين كثار، لا في الطب الكلي، طب الامراض الجلديه، طب ديال الانف والحنجره، جراحه الاطفال، جراحه العامه، طب الاطفال، طب القلب. وكاع كنظموا دابا دورات تحسيسيه لفائده النساء المسنات، نحسوهم على من اجل سرطان الثدي.